مستحيل يا رجاله، كونامي بتفجرها بتحديث هينزل يوم الخميس، وهناخد كمان فتحه مجانيه اول لما اللعبه تفتح. تفتكر ممكن كونامي تنزل لنا ماريو يوم الخميس، ولا هتنزلهم على الحمله القادمه الخاصه بالاحتفاليه اللي هتنزلها كونامي؟ يا ريت تشاركنا رايك. كمان عندنا يا رجاله زي ما قلنا امبارح نزول فعاليات فيها كوينز، والمفاجاه هنا يا رجاله ان كونامي نزلت هنا حدث اضافي فيه 50 كوينز. مطلوب منك انك تلعب اول ماتش تسجل جول، والماتش الثاني تكسبه، ويبقى كده كونامي نزلت فعاليات يوم الاثنين باجمالي 150 كوينز. 50 كوينز من فعاليه الدوري الاسباني، و50 كوينز من الجوله الثانيه من فعاليه مانشستر يونايتد، و50 كوينز كمان من البطوله اللي عملها كونامي. ايوه كده يا كونامي دلعينا شويه. وعندنا كمان يا رجاله مدرب هينزل في السكه باسلوب لونج بول كاونتر، هو بريان روبسون، والاسلوب بتاعه قوته 88. ونزل باكج مهاجمين الدوري الاسباني اللي فيه اخف مهاجم في اللعبه رسميا هو خافير سافيولا، اللي البوستر بيديله الاجيلتي اللي هو الخفيه، بيزود نقطتين في السبيد والاكسلريشن والبالانس والاستامينا. وارقامه زي ما انت شايف عنده السبيد 91، اكسلريشن 101 رسميا، والبالانس عنده 99، وعنده الوعي 91، والفينش 92، والبول كنترول عنده 89، دريبلينج 89، تايت بوزيشن 86. حرفيا مهاجم خفيف جدا جدا، ولكن ينقصه حاجه واحده وهي الهيدنج والجامبنج والذي منه. طبعا اكيد عشان الطول بتاعه 168 فاكيد لازم يكون عنده نقص، ولكن ده حرفيا هيبقى مهاجم خفيف جدا جدا جدا. وبيوصل عندنا في التشكيل 101. ودي يا رجاله تتويجه خاصه انا عملتها دلوقتي، تتويجه كده على السريع. عندك الاكسلريشن 98، شايف ال 101 اوفر الصراحه، عنده السبيد 93، بالانس 95، استامينا 86، وعنده الوعي 86، وبول كنترول والدريبلينج تاب بوزيشن زودت له شويه لان حرفيا ارقامه هتبقى اقوى. وعنده كمان فينش 90، بس ينقصه الكيرل عنده 72، ولكن انت اكيد هتشوط بيه على طول وهيبقى لاعب خفيف. سكرين للتطوير وقول لي رايك. واللاعب اللي عندنا يا رجاله هو لويس فيجو، بيوصل خارج التشكيل 99، والبوستر عنده بيديله نقطتين في الدريبلينج وتاب بوزيشن والسبيد والبالانس. وارقامه زي ما انت شايف بيوصل 103 في التشكيل، عنده الدريبل والتايت بوزيشن بيوصل 100، بول كنترول 95، والوعي عنده 82، واللو باس واللوفتد باس حرفيا ارقام خرافيه. الفينش عنده 81، والكيرل 91، والسبيد 87، والاكسلريشن 92. واتوقع ممكن يكون في تطويره بتوصله 104. لو وصلت لحاجه هبلغكم على طول عنها. لكن انا شايف ان التطويره ليه اوفر جدا جدا في الدريبلينج، يعني انت ممكن تاخد شويه في الدريبلينج وتحط في السبيد بحيث يكون معاك سريع شويه. وعملت لكم يا رجاله تطويره رايقه، سكرين شوت كده ايه حلو، وشوف وجرب وقول لي. زي ما انت شايف السبيد 86، اكسيشن 95 عشان يكون حرفيا صاروخ في الملعب، عنده الكيكنج باور 88، البالانس 92، والاستامينا 86، عنده البول كنترول والدريبلينج وتاب بوزيشن ممتاز، عنده الوعي 85، لو باس ولوفتد باس ممتازين، والفينش عنده 84، والكيرل وصلته ل 94. حرفيا التطويره دي تطويره رايقه جدا. واللاعب اللي عندنا يا رجاله وهو كلويفر، والبوستر عنده بيزود نقطتين في البول كنترول والدريبلينج والتايت بوزيشن واللباس. زي ما انتم شايفين ارقامه بيوصل جوه في التشكيل 101، والسبيد عنده كويس، والفينش عنده ممتاز، وارقامه كويسه. انا شايف ان التطوير الاوتو الصراحه كافيه جدا، ده مش هنحتاج نعدل في اي حاجه. التطوير رايقه الصراحه، يعني عندك السبيد 84، اكسيشن 82، كيكنج باور 85، بالانس عنده سيء جدا، والاستامينا 84، عنده الوعي 92، بول كنترول 88، والدريبلينج 80، تايت بوزيشن 83، والفينش عنده 93. ودي يا شباب كانت فعاليات واحداث يوم الاثنين. متحمس جدا جدا للابديت اللي هينزل يوم الخميس. اكيد انك مشترك في القناه عشان يوصلك اخر الاخبار، ولو حابب اعمل لك تطويره خاصه اكتب لي اسم الله تحت في الكومنتات وسيب الباقي عليا. وبس كده، سلام.